صبرنا وشُفنا وحكمنا على أي لاعب، ودلوقتي نقدر نحكم على أي لاعب إنه يكمّل والّا يمشي. كلامنا النهارده مهم جدًا، 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 فجهّز أي حاجة تشربها علشان كلامنا هيكون كتير أوي، أوي، أوي عن الجولة التالتة. قبل ما نتكلم عن أي حاجة ما تنسوش تدعوا لإخواتنا في غزة، ربنا يثبّتهم وينصرهم عن قريب إن شاء الله. خلّينا نخش على طول في نُقط الجولة التانية، أنا عملت إيه في الجولة التانية وخلاصة الجولة التانية إيه اللي حصل فيها. زي ما أنتم شايفين قدّامكم أنا جِبت 62 نقطة، حراسة المرمى سيلس عندي جاب نقطتين، حسبي الله ونعم الوكيل، وعندك كمان تركويسكي اللي خرج ب8 نقط، أنا الراجل ده أنا باحبه. بيكفورد اللي أنقذ فريق إيفرتون يعني clean sheet ونقطتين ومساهمات. يعني تركويسكي بجد يا جدعان بعد حوار المساهمات والنقط الزيادة اللي بياخدوها بجد أنا مبسوط بيه جدًا. أنا يعني تركويسكي من أكتر اللعيبة اللي أنا باحبها عمومًا من إيفرتون، وده اللعيب اللي أنا مقتنع بيه بصراحة. غير تركويسكي فان دي فين كمان من خط الدفاع جاب 6 نقط وجاب clean sheet، أنا ما كنتش متوقعه الصراحة، واللي معاه بيدرو بورو كمان يعني حاجة بصراحة عظمة على عظمة. ولكن في حتّة تقلّقك برضه في خط الدفاع بتاع توتنهام، إن دفاعهم يعني هي بتيجي على آخر لحظة وبيلحقوها، يعني ممكن تخسر الclean sheets في الماتشات اللي جاية، ده مش معناه برضه إنك تجيب حد منهم، هو ضروري إن حد منهم من توتنهام من دفاع توتنهام يبقى موجود عندك، ولكن أنت تبقى قلقان، يعني مش هتاخد clean sheet بس ممكن تاخد مساهمات دفاعية، ممكن تاخد حد زي بيدرو بورو ويعمل لك assist جون، أي حاجة من الحاجات دي، ده اللي أنت هتطلع بيه. غير كده ما اعتقدش انك هتستفاد حاجه. دورجو انا مش هقدر اتكلم عنه، ولا هو ولا فان بيساكا. هو فان بيساكا نزل لي مكان بالمر اللي هو بصفر اوريدي، فنزل لي مكانه فان بيساكا بصفر. حسبي الله ونعم الوكيل. انا بصراحه مش عارف اتكلم عن فكره ويست هام بيتعاملوا ازاي كده يعني. مش عارف، فريق مش مستقر دفاعيا هجوميا، ما فيش اي حاجه خالص توحي بان ويست هام هيجي الفتره اللي جايه وهيقول اي حاجه. عندنا كمان قدوس في خط النص، حسيت ان هو بيلعب مدافع ما بيلعبش مهاجم ولا بيساهم. فريق توتنهام حاسس ان هو مهمش وجود قدوس شويه نوعا ما. حتى جونسون انا شايف ان هو واخد الدور الرئيسي في توتنهام عن قدوس. كمان ريتشارلسون واخد اهم دور فيهم هم الثلاثه. فيعني انا شايف ان قدوس وقته بيقل، ومن الخيارات اللي هنفكر نبيعها الفتره اللي جايه. صلاح زي ما قلنا ان هو لحق نفسه في اخر دقيقه من الماتش وطلع باسيست تقريبا، وجاب 10 نقط للناس اللي مكابتناها زي حالاتي. رايندرز نقطتين، اصبر عليه. انا ما عنديش حكم عليه دلوقتي وما عنديش اي كومنت عليه، لسه برضه احنا في اول جولتين، ففي حاجات احنا مش هنقدر نتكلم فيها. خط الهجوم زي ما انت شايف بقى عندك جواو بيدرو يافطة، هي لوحة فنية جميلة جدا بوظها الكائن واتكنز. قولي واتكنز، انا يعني ربنا يسامحك يا اخي، ربنا يسامحك. يعني انا قلت بس جيوجريكس وكمان جواو بيدرو، واتكنز بقى، واتكنز يا جدع اعمل حاجه. مفيش خالص، قطع ميه ونور. يلا الحمد لله على كل شيء. دكتي طبعا فيها 2 كلين شيتس، دوبرافكا و حد من بيرنلي رزعوا في تالت الدكه، صباح الفل يعني. بس يلا الحمد لله. خلينا نخش في تاني فقره معانا النهارده، وهي تكرف مين. اول واحد معانا وهو جارود بوين. اتكل على الله، نو كومنت، مفيش اي حاجه اقدر اقول لك عليها تثبت حتى انك تصبر على جارود بوين. لا، جارود بوين كفايه عليه قوي 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 لحد هنا. جارود بوين هجوميا مفيش، لا يصلح بصراحه. فريق ويست هام مش مساعده، هو مش مساعد نفسه. ممكن تستنى منه حاجه، ولكن هو هجوم مش هيعمل حاجه. ما تستناش منه ان هو حتى هيجيب لك حاجات كتيره قوي قصاد سعره. فانا شايف ان كفايه كده على جارود بوين، وماتشاته اللي جايه كمان صعبه. نوتنجهام وتوتنهام وكريستال بالاس الثلاثه مش سهلين قوي قصاد ويست هام اللي دفاعيا مش مستقرين. فانا شايف ان كفايه كده قوي على جارود بوين. وكمان فان بيساكا انطروا مع جارود بوين بالمره، اي حد من ويست هام الليله دي كلها ماشي. بالمر بعد الاصابه بتاعته يعني في كلام ان هو بيقولوا احتمال يلحق واحتمال ما يلحق، بس الاحتمال الكبير ان هو ما يلحقش. انا شايف ان كفايه عليه قوي لحد هنا. اول جولتين يعني واحده منهم خازوق، الثانيه اتصاب، وبيقولوا ان هو الثالثه مش هيلحقها ويرجع بعد التوقف الدولي. فانا شايف ان كده حلو قوي على بالمر، ويتكل على الله وتقدر تروح لبدايله اللي هنتكلم عليها في الفقره اللي جايه، اللي هي تجيب مين. خلونا نروح لاخر حد معانا انك تفكر انك تبيعه، ساكا بعد اصابته. يا نوري كل الليله لو عندك اي اصابات غير بالمر بيعهم واخلص منهم. مفيش حد بعينه اقدر اقول لك ان هو عمل اداء وحش غير جارود بوين او
فان بيساكا، كل ده انا بقول لك بيعهم واخلص منهم عشان تريح دماغك، هم فعلا مش هيجي منهم بعدين. خلينا نروح لثالث فقره معانا، وهي تجيب مين وبدايل اللعيبه اللي انا قلت لك تكرف لها. اول لاعب معانا وهو كريس وود من نوتنجهام فورست. الماتش اللي جاي هيلعب قصاد ويست هام، اللي انا قايل لك لسه بيع فان بيساكا وقايل لك كمان بيع جارود بوين. فانا شايف ان خلاص فكره وجود كريس وود حلوه قوي. اول جولتين عمل فيهم مساهمات كويسه، يقدر يجيب قصاد ويست هام، تقدر كمان تكابتنه قصاد ويست هام وانت مرتاح. الكتيكي كمان عمل اداء نوعا ما، هو مش مميز، مش بيطير في الجو، لكن هي ماشيه معاه. فانت ممكن تاخد المشيان اللي معاه ده وتستغله في حته النقط دي وتتكل على الله. انا شايف ان فكره وجوده برده كويسه في فريقك، خصوصا ان هو بديل كويس جدا 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 لواحد زي جارود بوين. فكره وجود ايكيتيكي هتبقى حلوه قوي قوي الفتره اللي جايه. بعد ماتش ارسنال بالذات عنده 3 ماتشات هيكونوا كويسين قوي قوي قوي، بيرنلي وايفرتون وكريستال بالاس. انا شايف ان هو هيقدر يحقق من خلالهم اكبر عدد من النقط. سيمينيو اللي خرج باسيست الماتش اللي فات من بورنموث هو ثالث واحد تقدر تفكر فيه، كان يقدر يخرج كمان بجون واسيست غير الاسيست ان هو عمله، بس هو نحس بصراحه. ماتشه اللي جاي قصاد توتنهام اللي دفاعيا زي ما قلت لك انت تقلق منهم من حته ايه، ان واحد زي سيمينيو يقدر يستغل الحته الدفاعيه بتاعه توتنهام ويقدر يجيب منها كمان جون او جون واسيست او اسيست. كل ده هيبقى مستقر قوي بالنسبه للفريق زي بورنموث. هجوميا هو فريق كويس، فريق بيأدي لك المطلوب، فريق بيعمل الحاجات السهله، بيلعب السهل زي ما بيقولوا. انا شايف ان سيمينيو واحد من اضمن البدله اللي تقدر تدخلهم فريقك لو معاك حد زي بالمر وقررت انك تبيعه وهتدخل حد. انا شايف ان سيمينيو اول بديل مناسب مكان بالمر. بيدرو بورو كمان دفاعيا من توتنهام مهم جدا جدا جدا، وهو الاولويه عن فان دي فين، خصوصا ان هو هجوميا خطير قوي ودفاعيا كمان اخطر وبيحقق كلين شيتس. هو الاولويه عن فان دي فين. لو مش معاك فلوسه روح لفان دي فين، وانا شايف ان الاتنين كويسين قوي 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 لو رحت لحد فيه. رابع فقره معانا وهي تصبر على مين؟ اولي واتكنز من استون فيلا. انا عارف انك مش طايقه وانا كمان والله مش طايقه، بس مفيش حل تاني غير انك تصبر عليه. ماتشاته بتقول انك تصبر عليه. 5 ماتشات منطقيا ان هو يعمل احسن من كده. 5 ماتشات المفروض ان هو يجيب فيهم على الاقل 5 تجوان. كريستال بالاس وايفرتون والساندرلاند وفولهام وبيرنلي. منطقيا لازم يعمل اي حاجه، ولكن عمليا انا شايف ان اولي واتكنز هيخزوهك بصراحه. بس الكلام بيقول لك انك تصبر عليه على الاقل الجوله اللي جايه، ولو ما عملش اي حاجه بيعه. محمد قدوس كمان تصبر عليه من توتنهام. انا شايف ان مهم جدا 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 الجوله اللي جايه تقدر تصبر عليه. ماتشاته اللي جايه نوعا ما ممكن تبقى متوسطه، مش هقول لك سهله، ولكن هو هيجي من على حسب دوره في الملعب. خلي بالك ان قدوس مش هو الدور الرئيسي لتوتنهام ان هو يحرك اللعيبه بس. هو لا، هو بيحركهم بس ما بيعملش اي حاجه. الكره في الاخر بتوصل لجونسون، وجونسون هو اللي بيعمل الاسيست ل ريتشارلسون. الاثنين دول يجي بعدهم قدوس. فانا شايف ان بالترتيب ريتشارلسون وكمان عندك جونسون وبعدهم قدوس، فاصبر على قدوس. ممكن طريقه اللعب تتغير، ساعتها هنشوف شكل تاني من قدوس اللي كان بيلعب بيه ايام ويست هام. امبويمو وكونيا ودورجو من الليله بتاعه مانشستر يونايتد. انا مش فاهم مانشستر يونايتد، ومش فاهم اللعيبه، ومش فاهم برونو فرنانديز، مش فاهم اي حاجه من الليله دي. فلازم تصبر عليهم لحد ما نفهم على الاقل احنا نبيعهم ولا نشتريهم. اهم واحد فيهم انك تصبر عليه ولازم تصبر عليه وهو كونيا امبويمو دورجو، وبعد كده برونو فرنانديز اللي مش محظوظ خالص خالص خالص. اخر فقره معانا في حلقه النهارده وهي تكابتن مين. صلاح الكابتن المضمون قدام ارسنال، مش هقدر اتكلم عليه. جواو بيدرو قصاد فولهام، فورمه حلوه جدا جدا جدا، خرج بجون واسيستين الماتش اللي فات، كابتن مضمون. تالت كابتن مضمون معانا هيكون كريس وود من نوتنجهام فورست قصاد ويست هام. انا شايف ان ده بسبب ويست هام دفاعيا مش كويسين خالص، ده هيساعد كريس وود في انه يجيب على الاقل جون واسيست، جونين واسيست، جونين، جون واسيستين، اي حاجه من الليله دي كلها. كريس وود من اهم اللعيبه اللي هتلاقي ناس كتيره قوي مكابتنات الجوله الثالثه. واخر لاعب معانا لو عايز تاخد الريسك وتتخزوق وانت مرتاح هيكون اولي واتكنز من استون فيلا. انت ورزقك. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، نصائح الجوله الثالثه وخلاصه الجوله الثانيه وايه اللي حصل فيها. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديدنا. ان شاء الله هنحاول ان احنا نكون مستمرين في حلقاتنا اللي جايه. بنعتذر لو انا ما نزلتش الجوله الثانيه، ولكن ظروف خاصه كده زي ما انتم شايفين. كمبيوتر مش ورايا، ما صورتش في الاستوديو، الدنيا متلخبطه شويه، ولكن قررت ان انا كده كده هصور الجوله الثالثه، يعني هصورها بالعافيه. كان معكم لينو من قناه لار، اشوفكم في حلقه جديده من فانتزي الدوري الانجليزي موسم 25/26. سلام.